برغم انها بسيطة جدا وسهلة، بس ما بتظبطش مع كل الناس. انا النهاردة خليكي تعمليها بطريقة سهلة قوي وهتطلع معاكي لذيذة جدا. الطبق ده طبعا كلنا عارفين بتاع جوع اخر الليل، يعني جعانين ومفيش حاجة عجبانا في البيت، بنقوم كده على طول في 10 دقايق عاملين احلى طبق مكرونة. بس بقى عايزين نظبط الصوص بتاعه، والصوص الصلصة الحمراء اللي على اصولها هنتعلمها مع بعض النهاردة في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ كالعادة نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل احلى طبق مكرونة ازاي. جبت المية جهزتها وحطيت فيها شوية زيت على النار، وفي الطاسة التانية ضفت برضو مكعب زبدة على 3 معالق كده من الزيت. وانا كان عندي سجق فحطيته، لو ما عندكيش مش مشكلة، هتعملي الصلصة على طول من غير سجق ولا اي حاجة، وبتكون لذيذة جدا وجميلة. غطينا بقى المية علشان مستعجلين وجعانين قوي. وبعد كده شوحت السجق كويس جدا جدا جدا، وكنت حاطه كمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود على الزبده كده وهي على النار وهي بتسيح، بتطلع ريحه تحفه. شوحت السجق كويس قوي مع الزبده والفلفل، وبعد كده نزلت ب3 معالق من معجون الصلصه. دي بتخلي المكرونه لونها حلو وقوام الصلصه بيكون معاكي جميل. وكنت مجهزة طبعا 4 حبات طماطم كده فرمتهم في الهاند بلندر على طول، وظبطت الملح ونزلت كمان بقرن شطة حامي كده لو بتحبي الحامي. قلبي بقى وظبطي الملح بتاعك ورشة السكر اللي احنا متعودين عليها على الصلصة علشان تظبط طعم الصلصة. وهدي بقى النار وسيبيها على نار هادية جدا. بعد كده المية كانت غليت معايا، نزلت بالمكرونة. كيس مكرونه سباكيتي طبعا كلنا بنحبها، بصوا بيبقى ليها طعم مختلف كده عن المكرونه التانية. انا عن نفسي بحب المكرونه السباكيتي، فانت لو عندك اي نوع استخدميه. خلاص سلقت المكرونه وبنطلعها فيها قطمه برضو علشان تكون معانا حلوه ومفلفله، ما تكونش معجنه. طلعيها كده بقطمه بسيطه، وانزلي بقى عليها ايه على الصلصه كده، خدي المكرونه على الصلصه على طول. شايفين بقى هنا كان النور قطع وانا مشغله الكشاف، بس طبعا الصورة باينة وواضحة قدامكم يعني. الصلصة خطيرة. هنا بقى النور كان جاي الحمد لله. قلبتها تقليبة وتشيليها من على النار على طول، ما تسيبهاش على النار علشان ما تشربش الصلصة، احنا عايزينها تكون كده جوسي وغرقانة في الصوص الأحمر بتاعها. ناخد بقى المكرونة وعلى طبق التقديم على طول. المكرونة من الأكلات اللي لازم تتاكل كده على طول أول ما تحطيها في الصلصة بتاعتها، لو سبتيها هتشرب الصلصة وهتكون مش حلوة معاكي. من الأكلات اللي لازم كده على التقديم على طول تحطيها في الصلصة وتقدميها سخنة. ما خدتش وقت معايا خالص، وطلعنا بطبق بقى مبهر كده وجميل وطعمه لذيذ روعة الروعة. جربوا المكرونة على طريقتي، لو عندك سجق استخدمي، ما عندكيش اعملي صوص الصلصة زي ما انا قلتلك، وبس كده هتكون معاكي حلوة جدا. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطي له لايك وشيروه مع كل اصحابكم وحبايبكم عشان يوصل لناس كتيرة جدا، واستنوني فيديو جديد. باي باي.